اليوم جبت لكم صابون كتير مشهور لتبييض البشرة ولتقشيرها. صابون كتير سيدات استعملوها واستفادوا منها، والأطباء الجلدية بينصحوا فيها. صابون ليت أب اليوم رح نحكي لكم مفصلا عنه، عن استعمالاتها، وظيفتها وأضرارها. فإذا كنتم مهتمين تابعوا للنهاية ولا تنسوا اللايك. برحب فيكم من جديد، وعلى طلبكم صابون لتفتيح البشرة، ومن هاي الصابونات ليت أب. هذا الصابون معجزة حرفيا، إلها كتير وظائف بتفيد البشرة، منها تفتيح وتقشير وترطيب. تحتوي على مواد طبية وطبيعية. أحكي لكم عن فوائد صابون ليب أب. لأنه بيحتوي على خصائص تقشير، فبيعمل على تجديد خلايا الجلد وإزالة الخلايا الجلد الميتة. بيمنح البشرة نضارة ونعومة من أول الاستخدام. بيحتوي على أبرز 3 مكونات لتفتيح بشكل مكثف وسريع. بيحتوي على خصائص مرطبة تعمل على حجز الماء داخل الجلد لفترة أطول. فبيعمل على تنظيف البشرة بعمق وإزالة الزيوت والدهون والجلد الميت وكل ما يسد المسام ويتسبب في ظهور حبوب ورؤوس السوداء. وطبعا كله عن تجارب كتير سيدات. هذا الصابون كتير مطلوب، كتير مشهور، موجود في كل الصيدليات. من أهم مواد يلي بيحتوي عليه صابون ليت أب هو فيتامين دي، وخلاصة العرق سوس، وحمض صلصليك، وثاني أكسيد التيناتينيوم، وزيت بذرة القمح والجليسرين، وقاعدة من صابون جوز الهند والنخيل. هاي المواد غنية كتير وبتعمل على تفتيح وتقشير وترطيب الجلد. كيف بنستعمل صابون ليت أب؟ نغسل أول شي بشرتنا بالماء، بعدين بنعمل رغوة ونفرك بشرتنا فيها لمدة 30 ثانية، بعدين نغسل بشرتنا. من أضرار صابون ليت أب لأنه بيحتوي على عطور، فيمكن يسبب تهيج واحمرار للبشرة إذا كترتم من استعمالها. يعني 2 مرات في اليوم بتكفي. وإذا لاحظتوا إنه في احمرار وتهيج باستعمال الكريم المرطب تختفي هاي الأعراض. ليت أب من شركة مشهورة، شركة ماكرو، وهاي الشركة من أقوى الشركات يلي تنتج مواد التجميل. فأي صبية بتحتاج صابون لتنظيف بشرة وتفتيحها وتقشيرها وترطيبها، بنصحها أنه تجرب هذا الصابون. رح تدعيلي من كل قلبها. فهذا كان كل شي معلومات عنها، وصلت للنهاية. إذا عجبكم اضغطوا لايك. شكرا كتير لكم.